او الحال لو انا مش عارف. تمام؟ بص بقى على الملاحظات المهمه اللي هنكملها. وطبعا في نقطه، كان في طالبه كده حضرت بدات تشغل دماغها، طب ما احنا ممكن نقول كذا، طب ده احنا من خلال ما خدنا كذا يا مستر مش ممكن نقول كذا. هقول دلوقتي النقطه بتاعتها برضه. لقيت ناس بتشغل دماغها معايا. تعال نشوف النقط والملاحظات المهمة جدا اللي هبدأ أخدها عشان أطلع الاسم noun pronoun adjective وإيه تاني؟ والadverb. ركز بقى معايا في الجزء ده. رقم 1، ملاحظات هامة جدا. احنا طبعا كلنا عارفين الارتكلز. ايه الارتكلز؟ وان وذا، دول اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ او ان او ذا. ادوات المعرفة وأداة المعرفة وأدوات الإيه؟ النكرة. أدوات النكرة والإيه؟ والمعرفة. articles. قال لي لما أحب تطلع اسم عشان ما تتوهش في الجملة، طلب مني اسم أو أسماء، بص كده هدور على واحد من دول، لقيت وراه كلمة تبقى إيه؟ طب لقيت وراه كلمتين، صفة واللي بعديها اسم. طيب لو لقيت 3 كلمات، صفة اسم. كل واحدة هدي مثال على طول. She is a smart girl. أسأل بقى، فين الأدجكتيف هنا؟ محدش يتكلم يا جماعة. بص بقول الصفة فين يقول لك ايه؟ وبعد يعني انا بص بعيد الكلام 100 مرة عشان ما نقولش كده وان وذا اسمهم ايه؟ ماليش دعوة بيهم، انا بقول لك فين الادجكتيف؟ فين الناون؟ يبقى هنا لما يجي لي ماليش دعوة بيها، ده دليل. طيب في كام كلمة جه وراها؟ الأولية تبقى إيه؟ والتانية تبقى إيه؟ يجي حد سألني قبل كده وأنا بشرح، هو لازم يجوا في الآخر ولا بيجوا في الأول ولا في أي مكان؟ ناخد مثال. قول لي نقطة اتسألت فيها حد مثال. ودكتور لو في اسم جاي في أول الكلام ماشي وفي اسم بعد ليها عرض وعايز اسم واحد اختار اللي بيدولك في الاختيارات يا اسلام. لا ما هو مدينا اختيارات اللي في الاول ايه؟ مش هيديك الاثنين يعني لوحديهم، ده او ده. وعايز ناون هيديك واحد منهم والتاني مش موجود، عشان كده بقول لك حدد الجمله الاول واشوف طالب مني ناون ولا كذا. ناون. طالب مني واحد ولا اكتر؟ وانزل بقى ابص على الاختيارات فين الصح. فاهم قصدي؟ لكن مثلا ايه؟ منى ومثلا هاوس. يعني مثلا لما يجي يقول لي ايه؟ بص كده ارد على زميلك. زميلك بيقول لك ايه؟ منى. انا اهو برد عليه، انا هقول المثال اللي بيقوله عشان يبقى الكل شايفه. يقول لك ايه زميلي؟ منى has bought a new house. يقول ايه؟ the noun in this sentence. يعني ايه the noun؟ الاسم. the noun in this. لا استنى بقى، ما حدش يرد بقى، هوريك تحل ازاي. انت سألت السؤال، سيبني انا بقى اظبط لك المثال وارد عليك تعمل ايه؟ ويبقى كله سامعني وشايف المثال. the noun in this sentence is والتاني نقط. بص بقى، هي هاز، محدش يقول ولا لا، ولا بوت
ولا هاوس ولا هاز وبوت ولا منى وهاز؟ هتشتغل هنا طالب مني ناون ولا ناونز؟ كل اللي هيفكر هيقول لك ايه؟ فين الناون؟ منى. ثواني. كل اللي هيبص للمثال ده يقول ايه؟ فين الاسم؟ منى. طيب تعالي بص بقى. هو انا قبل ما ابص للاختيارات حدد الاسماء اللي عندك يا اسلام. في عندي ايه؟ انا عندي منى وعندي اسم تاني. مش انا قلت لك لما تلاقي الآ وبعديها كلمتين يبقى الاولانيه والثانيه يبقى انا عندي اسم تاني ولا لا؟ هو طالب مني اسم ولا اكتر؟ اسم. هو في منى هنا لوحدها؟ طيب في هاوس لوحديه؟ اللي هو ايه؟ دي. مش انت قصدك كده؟ ما كله دلوقتي ايه ده؟ الاسم منى ايه؟ تنزل على الاختيارات اللي مش شايف بقى واللي نايم هيروح مختار اللي في منى. لا ده مش منى بس، ده منى وهاز. يبقى تنفع؟ هي هاز دي ايه؟ هاز دي ايه؟ السؤال بتاعي تاني ليك، اسمع معايا عشان كله متلخبط في دي. احنا قلنا ان هاز بالايه ده فعل، يعني فيرب تو هاف، لكن هيز بالاي ضمير يعني بروناون. يبقى هاز دي ايه؟ برضه تاني هاز هيز ركز عشان نقول لك احفظ الضمائر كويس. اجي لما راجع الافعال احفظها كويس. فهمت المثال اللي زميلك ساله؟ فهمت بحل ازاي؟ قبل ما ابص للاختيارات بص للجمله، شوف المطلوب منك ايه، حددتيه انزلي بص على الاختيارات. دكتور نعم. هو ينفع يجي اداه نكره ومعرفه في الجمله اكتر من مره؟ عادي. هنشوف بقى امثله دلوقتي. انا حاطط امثله في المنزل برضو عشان ما نبعدش عن الكلام اللي انا بقوله. بص كده انا معاكي امثله كتير ما تقلقيش. يبقى انا هنا ازاي احدد الاسم والصفه في الجمله؟ عن طريق اول حاجه اللي هي ادوات النكره اللي هم بنسميهم ارتكل. شفتوا؟ مش ده هو اسمه ارتكل، لكن اللي بيجي وراه لو كلمه 2 3 طب لو 10 صفات والاخر اسم. طيب 2 مين هي صفات الملكيه؟ فاكره صفات الملكيه ولا ما ذاكرتيش؟ بص كده صفات الملكيه. ايه صفات الملكيه؟ ماي، هيز، هير، اتس، اور، يور، زير. صفات الملكيه لو جه وراهم كلمه واحده تبقى اسم، كلمتين صفه والتانيه اسم. 3 صفه والتالتة اسم. 10 9 صفات والاخيره اسم. لان قال لك في الانجليش لازم الصفه تسبق الاسم، ما ينفعش تيجي وراها. يبقى صفه اسم. صعب الكلام؟ طب اديني مثال يا مستر. لما اجي اقول اور جرين expensive new car has been sold. الجملة دي فيها صفة ملكية اللي هي ايه؟ اهي. انت مش عارفة صفة الملكية ومش مذاكرها، مش هعرفها في الجملة. يبقى هنا اهو ادي اور. هتقول لي يا مستر دي الجمله كلها جايه وراه. فكرك بحاجه، فين الفعل هنا؟ هاز. لا لسه فين الفعل هنا؟ يبقى الفعل يبقى قفل معايا.
يبقى هنا صفة الملكية جه وراها كام كلمة؟ لا، 1 2 3